غدا، انت اصلا ايه اللي نزلك التحرير؟ نزلت التحرير عشان اقول عيش حرية، عدالة اجتماعية، عدالة انسانية. نزلت التحرير عشان في ظلم، الظلم اللي كان ايام مبارك هو نفسه دلوقتي الظلم اللي موجود في عصر المجلس العسكري. نزلت علشان ما فيش رجاله نزلت التحرير. زي ما انا رجاله ونزلت التحرير مش كتير. طيب قولي لي ايه اللي حصل بالظبط لحظه الاعتداء عليك؟ تم تحليه وضرب بالبياده وبالشوم والعصيان في كل انحاء جسمي، وتم تهديدي بالقتل والاغتصاب جوه قدام اللواءات والضباط. كانوا كام عسكري بالظبط بيضربوا فيكي؟ لا تقريبا 8 أو 9. 9 عساكر بيضربوا فيكي انت الباقي لوحدك؟ لوحدي. انت مش مستحمله يا بنت؟ لا، وكان في تاني يوم عز هلال كان 30 عسكري بيضربوا فيه. لا اله الا الله. طب انت كان ايه احساسك والعسكري بيضربك؟ كان ايه احساسي؟ لو كنتش حاسه بحاجه كنت خلاص اتخدرت، لان كنت راسي اتفتحت وبنزل يعني. طب تحديدا كده خدتي كام شلوت؟ لا كتير قوي، ما اقدرش احدد. يعني 15 شلوت مثلا؟ لا اكتر بكتير. طب الشلوت ببياده ولا الشلوت من غير بياده؟ لا ببياده. ببياده. وكان بيضربوا في اماكن حساسه كمان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قعدوا بالظبط قد ايه يضربوا فيكي بالشلاليت؟ نص ساعه تقريبا. شلاليت وعصيان وخرزانات، والخرزانه السوداء الكبيره بتاعتهم دي. الهروات دي. تحديدا قعدوا يضربوا فيكي وقت قد ايه كده؟ نص ساعه تقريبا. نص ساعه بيضربوكي؟ طيب بعد ما ضربوكي بقى سابوكي كده مرميه على الارض؟ لا، خدوني ودوني جوه مجلس الشعب، محتجزه مع نور ايمن نور ودكتوره فريده وسناء وناس كتير قوي. بيتم جوه برضه الضرب برضه والاهانات بالفاظ بذيئه، وتم تهديدي جوه بالقتل وبالتحرش يعني. طب وبعد التهديدات والحبس في مجلس خرجنا ورحت خيطت راسي، وعملت بعد كده تقرير طبي في مستشفى الشروق، وقدمت بلاغ عند قاضي التحقيقات، واكتشفت لما رحت لوكيل النيابه ادلي باقوالي ان التقرير الطبي مش موجود في الملف. مستشفى الشروق اللي في المهندسين؟ يعني المفروض ان في دكتور كشف عليكي؟ طبعا. الدكتور ده معروف؟ والمفروض الدكتور ده عمل تقرير طبي؟ تمام. طب انت عملتي اشعه؟ عملت اشعه اشعه مقطعيه. طب والاشعه دي فين؟ موجوده معايا. الاشعه دي مستند مهم جدا. مستند مهم، بس ما كانش فيه ارتجاج او حاجه باينه في الاشعه، كان كله حاجات خارجيه، فالاشعه ما تظهرش الحاجات دي. تمام. طب انت لما عملت بلاغ بقى عملت البلاغ في اسم مين؟ لا انا اخدت التقرير وعملت بلاغ، ورحت قدمته كمان على طول لقاضي التحقيقات. وخدت رقم، ومفروض ان كنت بدي بشهادتي عند وكيل النيابه، طلب مني تقرير طبي، فقلت له ان انا مرفقان على الورق، قال لي لا مش موجود. ايه ده؟ التقرير الطبي فين؟ مش موجود. لا معلش، يعني ايه مش موجود ازاي يعني؟ مش موجود. سرق؟ يعني انت رحت تسالي على المحضر بتاعك ما لقيتيش تقرير طبي؟ طب وايه الحل دلوقتي؟ انت ناوي تعملي ايه؟ هصعد باذن الله، هقدم بكره بلاغ في قاضي التحقيقات ان يتم اختفاء ورقه زي دي من ملفي، وكمان هجيب الدكتور اللي كشف عليا يدي بشهادته. هتعملي البلاغ ده فين بقى؟ عند النائب العام. انت بكره رايحه عند النائب العام ان شاء الله تقدمي بلاغ بفقدان التقرير الطبي؟ ان شاء الله. ما انت هتشتكي قاضي التحقيقات باذن الله. طيب دلوقتي في بعض الشباب بيدعوا للنزول يوم 25 يناير. تمام. هل انت مع دعوات النزول يوم 25 يناير ولا ضدها؟ لا طبعا معاك. انت مع النزول يوم 25 يناير؟ بس مش الاحتفال. لا مش احتفال. امال ايه بالظبط؟ المطالبه بالقصاص دماء الشهداء، الاعتراف بالمصابين، تم صرف علاج ليهم وتعويضات، زائد تسليم السلطه فوري لمجلس رئاسي مدني او حكومه انتقاليه. طيب بامانه كده انت اللي يهمك ان العسكري اللي ضربك بالشلوت هو اللي يتعاقب، ولا اللي اداله امر ان هو يضربك بالشلوت هو اللي يتعاقب؟ المجلس العسكري على راسه المشير طنطاوي وحمدي بدين. ما بلاش المشير طنطاوي، عشان المشير طنطاوي راجل طيب وراجل قاعد يسمع اللي بيحصل. يا سيدي الفاضل، العقيده العسكريه تفضي بان العسكري لا يرفع ساكن الا بامر بمن اعلى منه، ومن اعلى منه لا ياخذ الامر الا بمن اعلى منه، فالمسؤول تماما امامي الان هو المشير طنطاوي. لا اله الا الله. طيب في ناس معترضه على النزول يوم 25 يناير بحجه حرام عليكم خربتوا البلد، اقتصادنا بيقع، اقتصادنا بينهار، انتوا ناويين تحرقوا البلد، ناويين تدمروا المؤسسات، ناويين تخربوها، ناويين توقعوا الجيش، ناويين ترد على الناس دي تقول لهم ايه؟ احنا بنحمي الجيش مش بنوقعه، لان المجلس العسكري لو استمر في السلطه بهذه السياسه سيسقط ما تبقى من كرامه الجيش. احنا نازلين عشان نحمي ما تبقى من الجيش لكرامه، لان هو كده هو اللي بيضيع الجيش مش احنا. لكن الحرق المؤسسات
مؤسسات او كده، فهو المشترك فيها مجموعه من الناس بتتم دسها من ناحيه الداخليه والمجلس العسكري، وده معروف جدا. افهم من كلامك ان الوقفه يوم او النزول يوم 25 يناير هيكون نزول سلمي؟ سلمي تماما، المطالبة بالمطالب بتاعة الثورة التي تم إجهاضها من قبل المجلس العسكري، وسيتم الاعتصام في ميدان التحرير حتى تتم جميع مطالب الثورة. ده مش تظاهر، دي مش مسيرة، ده مش إصلاح، ده استكمال لثورة تم إجهاضها. انا بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق في قضيتك وان انت تقدري تثبتي حقك، والله الموفق والمستعان.